أفلام زي كاريوكي وكامب وبحر النجوم والمش مهندس حسن، ونجوم زي شريف مكاوي وأيمن الرفاعي وتامر عبد المنعم وغيرهم كتير قوي. أسوأ منهم كمان مليون مرة نزلوا علينا في سنة واحدة وهي 2008 بمجموعة من أسوأ الأفلام وأفشلها على الإطلاق، واللي فيها أكتر من 15 فيلم كل واحد فيهم أسوأ من التاني. إسفاف ومشاهد هزلية، وفي اللي يقولك أنا أول فيلم رعب مصري، وفيهم اللي صفر قصة حرفيا واعتماده على ضيوف الشرف فقط لا غير، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لكن اللي بيجمعهم كلهم إنهم أفلام سنة 2008، إنتاجات هزلية وفاشلة من أفلام مش هتعيش. وعلشان كده نقدر نقول إن سنة 2008 هي من أسوأ سنين في تاريخ السينما المصرية. فاعمل لايك واشترك معانا في القناة وحضر نفسك لعبثيات السينما المصرية من العيار التقيل. ومساء الفل عليكم. نبدأ بأول مصيبة معانا، وهو فيلم أشرف حرامي بطولة حبيبنا الفنان تامر عبد المنعم، برنس أفلام الهبوط قاطبة. أول مشهد عشان تعرف إن الفيلم ده مخيش من بدايته، داخلين أوتيل بزعزوعة قصب وعمالين بيمصوا قصب ويتفوا داخل الأسانسير، ومشهد مونولوجي رائع للفنان تامر عبد المنعم وهو بيقول للفنان ريكو: الفلوس زي ما بنجيبها زي ما بتروح، هنفضل لغاية إمتى نسرق ونصرف نسرق ونصرف؟ أنا أصدقك وأقتنع بكلامك ازاي بتسريحة يعني ديل الجحش اللي انت عاملها دي، ارحمني ارجوك. وهم قاعدين في الاوتيل جالهم خبر ان كاس افريقيا موجود في الاوتيل اللي هم فيه، فقرروا ان هم يروحوا يسرقوه. وهم ايه ده ايه اللي انتوا جايبينه ده منظر كاس افريقيا يا راجل يا طيب. انتوا المفروض في 2008 يعني في عز تتويج المنتخب المصري ببطولات افريقيا جايب لي يا اخويا كاس من بابا صالح وبتقول لي ان ده كاس افريقيا. بعد ما سرقوا كاس افريقيا قرروا ان هم يروحوا يسرقوا متحف بتاع مجوهرات كده. ايه اليافطه دي؟ ثانيه بس، ايه اليافطه دي؟ بلبل للدعايه يستحي ان يكتب مثل هذه اليافطه. هم اتزنقوا فحطوا اي ابلكاشه عليها اي كلمه كده. اسيبكم مع فاصل من اللحظات المقززه. ما تجيبي واحدة حنك، تعالي. مش جاي اطمن عليك. شبشب هندي بتاع حمام. خد. ايه ده الله يقرفك. لو مش بس اللحظات المقززة، هسيبك كمان مع فاصل من اللقطات اللزوزة الكتكوتة للفنان تامر عبد المنعم وهو بيتروشن. يا جامد قوي حبيبي يا ابيض، يا جامد بالقوي يا ابيض، حلاوتك. ما تيجي ندخل أوضة النوم، اقصد نعينها. ليه نيتك وحشه كده؟ لما جيت هنا وغيرت وشوش عكرة حصل لي حاله من حالات الانفساخ الحتحوري. الظابط ما بيحبش الخل؟ انا لاني بخاف من انفلونزا الطيور. ما بتضحكش ليه يالا؟ كفايه. في مشهد في الفيلم وحيد سيف رئيس العصابة بيفتكر ان اشرف اللي هو تامر عبد المنعم ضابط حقيقي وان هو بيخدعهم. قال افيه بيعبر فعلا عن فيلمنا. يمكن شبهه ولا يمكن استوسخوا منه واحد. ايوه هم استوسخوا فعلا. هو الفيلم ده كله استوساخ بمعنى الكلمة. معانا في الفيلم الفنانة شيرين رضا بتقوم بدور ضابط يعني في الاسم اللي هم موجودين فيه، وبتحب تامر عبد المنعم، يعني دي من ضمن المهازل، ويعني بتبتدي تحبه وكده. فبتعرفه على جدها اللي بيطلع في صورة ايه ده؟ جدها شعبولة يعني جد شيرين رضا شعبولة، حرام عليكم. فيلمنا بينتهي ان تامر عبد المنعم اللي هو حرامي وشاءت الظروف ان هو يبقى ضابط شرطة، يعني ان هو يتوب عن السرقة. فيلم يعني اللا معقولية في ابهى صورها، فيلم مدشمل. ونيجي للفيلم رقم 2 في الدشملة معانا، وهو فيلم كاريوكي بطولة الفنان شريف مكاوي في اول ظهوره السينمائي، ومعاه الفنان عمر خورشيد. الفنان شريف مكاوي في بداية الفيلم بيديك لكمة موسيقية من العيار التقيل بأغنية حمادة بيحب غادة. لو مش بيغني وبس، كمان بيرقص صعيدي وعمال بيحطب. وفي جزء في الأغنية كده بيقولوا فيه كلمة، انتوا بتقولوا ايه؟ انا ما سمعتش. انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك.
مش انا حاولت اعيد الجزء ده تاني، حسيتهم بيقولوا ايه ايه ده. المهم بعد اغنيه حماده بتحب غدا ده المشهد اللي في قفاه على طول الفنان شريف مكاوي واقف مع الفنانه صفا تاج الدين بيتكلموا كده وان هم بيحبوا بعض، وفي لحظه فراق ما بينهم امشي امشي نور امشي. امشي يا كريم. حاضر يا كريم انا همشي يا كريم. طب تمشي وبعد المشهد المؤثر ده تاني اغنيه حزينه فرحك في الاول يخش عليك بالحزين على طول. في اقل من 5 دقايق الفيلم فيه اغنيتين، والاغنيتين يدوك مشاعر مختلفه تحس ان دماغك اتضربت في الخلاط. فيلم كاريوكي بيتكلم عن الاتنين شباب بيفتحوا كافيه قائم على فكره الكاريوكي. مشهد في الفيلم الفنانه صفا تاج الدين قاعده مع والدتها في البيت طبيعي يعني قاعده براحتها، بس ايه اللي حضرتك لابساه في رجلك ده؟ انا خفت يكون اللي في خيالي صح. صدق سلخت قبل ما اذبح. على اديك بقى نبذه عن اداء الفنان شريف مكاوي في فيلم كاريوكي. يا فاكس تيرارا تيرارو تيرارا يا فاكس تيرارا بحبك. اللي انت بتعمله ده كفايه. بتذلني يا حسن. احلى دور عجبني في الفيلم دور الفنان عبد الله مشرف، كل شويه يطلع لهم في الكافيه يقول لهم هتفشلوا والفشل الفشل الفشل والفشل الفشل الفشل. حقيقي الفنان عبد الله مشرف كان بيعبر عن صوت ما داخلي باتجاه هذا الفيلم الفاشل منذ بدايته. الفيلم بعد اول 40 دقيقة منه هو كان تافه وعبيط جدا، والفيلم قصص حب وشباب لذيذة بتحاول تنجح وتشق طريقها في الحياة. فجأة كده المخرج قالك ايه، ما تيجي نحدف حدفة كده درامية حزينة دخلنا في موضوعات بعيدة تماما عن اجواء الفيلم، من تشدد وتعصب ديني، من علاقة كده على الهامش، علاقات العشق الممنوع، ومشاكل عائلية وأسرية. فجأة الفيلم ضلم قلب دراما. حضرتك احنا فيلم تافه. ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي، انا يعني انسان تافه. احنا كاريوكي ايه يا مان بتعمل ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيلم كاريوكي بينتهي طبعا ان الشباب بتنجح والشباب عسول والكلام مقفول وكل حاجة بتمشي، وبننجح بقوة الحب وبقوة الصداقة والحاجات الايه اللطيفة بتاعت الافلام المصرية، قفلات الافلام المصرية المشهورة اللي يعني لا تمت للواقع باي صلة. الفيلم رقم 3 معانا بقى، ركز لي وروق لان احنا هنتكلم عن فيلم كامب. في ماسورة افلام انفجرت كده في الفترة دي اللي هما بيجيبوا مجموعة من الشباب المغمورين او اللي لسه في بداية مشوارهم الفني ونعمل بيهم فيلم اسوة بفيلم اوقات فراغ اللي نجح في وقتها. حتى يعني فيلم اوقات فراغ نفسه لما جابوا الابطال بتوعه تاني طلعوا لنا فيلم الماجيك. انا بقول دايما ان اول مشهد في الفيلم هو بيعبر عن مسار الفيلم اللي احنا هنمشي فيه. فتعالوا نشوف اول مشهد من فيلم كامب بيقول ايه. ايه يا ابني مالك في ايه؟ روح اسأل صاحبتي تقف لوحدك كده ليه؟ اسأل صاحبك. اسأل صاحبك. اسأل صاحبي. ايه يا صاحبي؟ شكلنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا، واسئله يعني بلا اجابات. يلا يا ياسر سمع عمو. الفيلم برضو في مشهد ما بيديك خلفيه عن نوعيه الشباب اللي بيمثلها الفيلم. هنقلع ونبلور للصبح. اعوذ بالله من غضب الله. احبس يا ابو صدر واسع. المهم الشباب الفاسد البايظ دول بيروحوا يقضوا احد الاجازات في احد الاماكن المقطوعه اللي هو يعني اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعنا. واضح ان الشباب مش طايقين بعض ابدا. طب انتوا مش طايقين بعض، طالعين مع بعض ليه هذه الرحله الفكاهيه اللطيفه؟ يعني ما تسيبوا بعض وتمشوا. مشهد كبسه عجبني جدا في هذا الفيلم، البنت الصغيره شافت حاجه خيال ظل ما كده فبتهيأ لها ان في عفريت، فراحت مصوته واختها الكبيره بتقول لها ايه يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها عفاريت، مش انا اختي الكبيره اطمني مفيش حاجه فيها عفاريت. راحت النار هبه في وشهم. انزلي احسن تستاهلي تتكبسي عشان انت بتقولي معلومات مغلوطه. وتعالى نشوف بقى اول فيلم رعب مصري. ده المفروض بقى لما يجيب لك ايه عفريت او اللي هو الايه الشخص اللي بيخوف في الفيلم يعني هيطلعه لنا شكله عامل ازاي. ايه اللي حضرتك جايبه ده؟
هو ده ايه؟ يعني انت حضرتك استنسخت واحد من الاوركس اللي موجودين في فيلم لورد اوف ذا رينجز وجبته لنا هنا ولبسته العبايه المزعبوط بتاعت سكريم. يعني حدد هويتك. ومن ضمن الرعب الكوميدي في الفيلم ان الممثلين خايفين، لكن انا كمشاهد مش خايف. يعني انا المفروض انا اللي اتخض، انا اللي خاف، مش الممثل اللي بيمثل اللي يخاف. عليها الطلاق بنت انت اتخضيه. في حاجه عجبتني جدا في فيلم كامب، ان جينا بعد مثلا اول 45 دقيقه من الفيلم كده بدا يبقى في نمط كده معين في الفيلم. نمط بسميه نمط فتح يا ورده قفل يا ورده. كل شويه يحصل حدث ما في مكان، يروحوا كلهم متفرقين عن بعض، كل واحد فيهم رايح في مكان ما، وفجاه حاجه تديهم اشاره ما كده يروحوا متجمعين تاني. كل 5 ثواني يتفرقوا، 5 ثواني بعدها يتجمعوا. في نهاية الفيلم أيمن الرفاعي بيصارع الشبح، وبعد ما بيضربه والشبح ده بيغمى عليه، أيمن الرفاعي بيديله ظهره وماشي. ولكنه وقف كده في لحظة قالك ايه ده؟ ثانية واحدة، تصدق احنا ناسيين حاجة مهمة جدا؟ نسينا ان احنا نشوف مين اللي عمال بيعمل الجرايم دي كلها. طب ما فكرة عبقرية نميسة، نقلعه القناع عشان نعرف هو مين. يعني قلعوا القناع وعرف ان هو محمد الخلعي اللي هو بيقوم بدور معاهم واحد صاحبهم. المهم الفيلم تعبان يا قلبي مله، وفيلم يعني والله اتخنقت منه يعني بس انا من كتر خنقتي بقيت بضحك على اللي انا بشوفه. على فكرة فيلم كامب فيه اكتر من كده بكتير من اللي انا قلته ده مليون مرة، ولكن في ناس كتير الصراحة اتكلمت عن الفيلم ده فما حبيتش ان انا اكرر نفس الكلام. واستكمالا لماسورة افلام الشباب المغمورين تحت شعار تعال نعمل لهم يا سيدي فيلم جايز يضرب، ما تديله فرصة يا مسيب، جايز يفشل ان شاء الله. اتحفنا في سنة 2008 بفيلم ايامنا الجاية، بطولة برضو مجموعة من الشباب. يعني مش عايز اقعد اعد اسماء كتير. يعني فيلم ايامنا الجاية ده قصة في الشلاحات، تمثيل في البلعات، سيناريو وحوار يعني لا أنزل الله به من سلطان ولا أتمناه لألد أعدائي. فيلم بيحكي عن مجموعة شباب كده بيحبوا بعض. المهم البنات بيروحوا رحلة وبيقابلوا الولاد اللي هم مصاحبينهم في الرحلة دي في اسكندرية، وبيقرروا يروحوا فيلا ما ويتجوزوا عرفي بأكتر طريقة ساذجة في العالم. والبلوت بتاع الفيلم ان هم بيلاقوا جثة في الفيلا اللي هم قاعدين فيها دي. مين بقى اللي قايم بدور الجثة؟ الفنان يوسف داوود اللي قايم بدور جثة فاتحة بقها كده ومزبهلة. بيطلع في آخر الفيلم تاجر مخدرات ومش ميت والكلام اللي بالكم منه ده. فيلم قصة عبيطة ومهلهلة جدا. الفيلم ده مليان روشنة شباب بدايات الألفينات وإفيهات لزوزة كتكوتة عكروتة خانقة جدا. تعال أقول لك أصلا مين اللي ماسك الخط الكوميدي في الفيلم. الفنان سيد الرومي والفنان محمد شومان. سيد الرومي قالش بس بيقلش فقط لا غير، زائد كمان ان المفروض ان اللي في الفيلم معاه شابين تانيين معاه في الفيلم سنهم يبان عليه كده في العشرينات مثلا. سيد الرومي ده ابوهم، ده عنده فوق 50 سنة، جايبينه معاهم كشاب ازاي؟ وبما اننا في سنة 2008 سنة الفنان محمد رجب اللي مشارك معانا في القايمة دي بفيلمين في السنة. الفنان محمد رجب في فيلم منهم نجا ويعني إلى حد ما مقبول شوية، والفيلم التاني المش مهندس حسن. اسم الفيلم شارح هو الفيلم ده فيلم من الافلام الخانقه جدا. مبدئيا افلام الفنان محمد رجب كلها فيها مشاكل بالجمله، باستثناء يعني فيلمين 3 كده هنبقى نتكلم عنهم لما نيجي نعمل بروفايل للفنان محمد رجب ان شاء الله. ولو انتم متحمسين لموضوع بروفايل الفنان محمد رجب ده اعملوا لايك واكتبوا لي تحت في التعليقات، لان انا من محبي الفنان محمد رجب جدا، وبعتبره يعني في نفس يعني هو مش زيهم بس قريب شويه للفنان احمد هارون والفنان تامر عبد المنعم اللي انا بحبهم وبعزهم من كل قلبي. ولكن يا منبيه زي ما انت شايف كده فيلم المش مهندس حسن فيلم ضايع. فيلم يعني حقيقي انا يعني الفيلم ده انا عايز اقول لكم ان انا دخلته في السينما. صعب قوي، فيلم فظيع وفيلم خانق، فيلم يعني ما رضاش والله لحد انه يشوفه. نيجي بقى لمجموعة افلام هي اقل شوية فشلا من الافلام اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاول، ولكن برضو فشلهم قوي جدا. اولهم فيلم الريس عمر حرب بتاع هاني سلامة وخالد صالح.
بشخصية خالد صالح الغريبة، أغرب شخصية شيطان وأهبل شخصية شيطان شفتها في حياتي، ومع الشعر الأبيض والعالم ده كله بتاعي وهو بيعمل كده. أوفر قوي، أوفر. أسوأ دور الصراحة شفته للفنان خالد صالح اللي كان أدواره كلها متميزة جدا. فيلم برضو غرائبي شوية وما كنتش مرتاح وأنا بتفرج عليه، فيلم اسمه إحنا اتقابلنا قبل كده، كان أول بطولة لآسر ياسين ومعاه نيللي كريم في الفيلم. فيلم انا مش فاهم اوله من اخره، فيلم تايه كده، بيحكي عن واحدة وكانت متجوزة وبتسيب جوزها وبتروح تعيش لحظات كده ايه بوهيمية مع آسر ياسين. فيلم غريب، فيلم كرينج كده تتضايق منه. ومعانا برضو فيلم للفنان تامر هجرس، رغم انه فيلم جد جدا وقصته تعتبر متماسكة، ولكن اداء التمثيلي فيه خاصة من الفنان تامر هجرس صعب جدا الصراحة. فيلم البلد دي فيها حكومة، انا نسيت اقول لكم فيلم يعني اسم الفيلم من كتر ما انا مخنوق منه. فيلم كمان وانت بتتفرج عليه تمل، فيلم ممل الى ابعد الحدود. ونيجي الفيلم تحت شعار الهق والمق والدربق، وهو فيلم لحظات انوثة اللي فيه علا غانم ومعاها ممثلين تانيين كتير، يعني هسيب لكم بوستر الفيلم انتوا اكيد عارفينه، حسين الامام كان في الفيلم. الفيلم ده فيلم جاد وبيناقش موضوعات تخص النساء بشكل جاد جدا. الفيلم قصته والحواديت اللي فيه حلوة ما اقدرش انكر، ولكن ايقاع الفيلم دمه تقيل. ان الفيلم ده فيه مشكلة في المونتاج، الفيلم قطعات نبقى في مشهد معين تحس انه فجأة يقطعك في نص المشهد ويروح ناطط لقصة تانية والمشهد تاني خالص. طب كمل لي الحدوته، كمل لي القصه، خليني افهم انت بتقول ايه. معانا برضو فيلم انا بعتبره يعني كنت نفسي احطه في القائمه اللي فوق من كتر فشله ومن كتر ما هو ملوش اي قصه وملوش اي مغزى وملوش اي معنى، وهو فيلم بحر النجوم اللي المفروض بطوله كريم محمود عبد العزيز، ولكن هو الفيلم مش بطوله كريم محمود عبد العزيز، هو بطوله مجموعه من النجوم. كان فيلم كده تقريبا بيبسي اللي عاملاه او حاجه زي كده، فيلم ما كانش مفهوم برضه، وفيلم يعني انتوا عايزين تقولوا لي ايه؟ ولا مجرد ظهور الممثلين المشهورين او المغنيين المشهورين في الفيلم ده هو اللي هيخلي الناس تتفرج عليه؟ الفيلم ده صفر قصة. الفيلم ده انا شايف ان لو قفلت الصوت بتاعه انت مش هتفوتك كتير، مش هتفرق معاك في حاجة، لان انت كده كده شغلت الصوت قفلته مش هتفهم حاجة. وامتدادا للافلام بتاعت النجوم الشباب اللي ما حدش عارفهم المغمورين، اصل الفترة دي كانت ايه مليانة قوي بالفكرة دي، كانت المعية في دماغ كل المنتجين. فيلم اسمه بلد البنات، بيتكلم عن قصة 4 بنات كده برضو شبه لحظات أنوثة، ولكن على بنات صغيرين أو على سكيل البنات الصغيرين، وبرضه فيلم ممل جدا. في فيلم أنا لما كنت بشوفه في وقتها كنت يعني ممكن أتقبله شوية، ولكن هو الفيلم ده دلوقتي صراحة غير متقبل على إطلاقه، فيلم هايف وتافه وفاشل إلى أبعد الحدود. فيلم حبيبي نائما بطولة مي عز الدين وخالد أبو النجا. الفيلم ده يعني كان إيه، الأطفال كانوا بيحبوه شوية في وقتها، وكان في بعض الإفيهات الكوميدية، ولكن مع مرور الوقت تحس إنه قلب إيه تنمر. معانا فيلم برضو أنا بعتبره فاشل علشان سبب واحد بس، ان انا ما فهمتش هدف الفيلم، وهو فيلم الوعد بطولة آسر ياسين وروبي، ومعاهم برضو الفنان القدير محمود ياسين. الفيلم ده مشكلتي معاه ان انا اتفرجت عليه اكتر من مرة وتمعنت فيه تمعن قوي جدا، ولكن انا حسيت ان انا مش مرتبط بالفيلم ده باي شكل من الاشكال، ومش متفهمه ومش متفهم دوافع الشخصيات. وفيلم فيه ملل، درجة من الملل عالية جدا. فيلم يعني لو قدرت تتفرج منه على نص ساعة يبقى انت بطل. معانا فيلم ناس كتير بتحبه ومرتبطين بيه، بس صراحة انا ما بحبش الفيلم ده على الاطلاق، وده ذوق شخصي. الناس اللي هتخش تقول ده فيلم جميل ده فيلم رائع، حقكم، فهو فيلم جميل وفيلم رائع بالنسبة لناس كتير، ولكن دي ذائقتي انا الشخصية، ممكن اكون ظلمه شوية. هو فيلم الدادة دودي بطولة ياسمين عبد العزيز. فيلم الصراحة ما حبيتوش، يمكن عشان مش موجه ليا. وزي ما في الافلام الفاشلة اللي قلنا عليها دي، في افلام كانت في نفس السنة 2008 افلام متوسطة الجودة نقدر نقول ماشي حالها. اولهم فيلم نمس بوند بتاع هاني رمزي ودولي شاهين. حد ممكن يقول لي انت ازاي مش حاطط ده في قائمة الافلام الفاشلة؟ لا، الفيلم ده فيه حاجة، يعني هو الفيلم بيوعدك بحاجة والحاجة دي انت بتاخدها. ايه هي؟ ضحك اللي هو الفانتازي او الضحك اللي هو لهدف الضحك وبس. الفيلم فيه شوية مشاهد مضحكة الصراحة، مش ضحك هستيري، ولكن فيه شوية مشاهد مضحكة
مقبولة. فيلم برضه متوسط الجودة وهو فيلم مفيش فايدة، بطولة مصطفى قمر وإدوارد. فيلم كان فكرة جديدة من نوعها كده، وفي برضه ايه حاجات تضحك إلى حد ما وشوية إفيهات تضحك كده. زي ما قلت لكم إن سنة 2008 فيها مشاركتين للفنان محمد رجب، المشاركة الأولى لمش مهندس حسن. فيلم اللي متماسك شوية للفنان محمد رجب وهو فيلم كلاشينكوف. فيلم ما اقدرش اقول عليه كويس، ما اقدرش اقول عليه وحش. فيلم لما شفته ما اتضايقتش منه، يعني ماشي حاله مش بطال. فيلم ناس كتير بتكرهه، بس انا الفيلم ده بشوفه فيلم متماسك جدا ومناسب لزمنه، وهو فيلم قبلات مسروقة. بيتكلم عن شباب الجامعات والحب بتاع شباب الجامعات والكلام من هذا القبيل، ولكن الفيلم قصته متماسكة. وزائد كمان ان الفيلم ده التمثيل فيه كويس جدا، وباسم سمرة في الفيلم عامل دور جميل جدا، دور جاد مش دور كوميدي. وبرضو احمد عزمي اللي انا دايما بقول عليه ممثل من ممثلين افلام الهبوط، لكنه عامل دور مش بطال خالص في الفيلم بتاع قبلات مسروق. الفيلم برضو ماشي حاله، درجة كوميديا متوسطة ودرجة قصة برضو مقبولة جدا، وهو فيلم الزمهلوية. الفيلم ده اتفرجوا عليه بعين الإسفاف. أنا بحب الفيلم ده لحاجة واحدة بس، اللي هو ايه؟ سوء تمثيل لاعبين كرة القدم. ده الفيلم اللي بيثبت ان لاعبين كرة القدم ما ينفعش يمثلوا بأي حال من الأحوال، واعتقد ان ممكن يبقى لينا كلام في موضوع تمثيل لاعبين كرة القدم ده قريب. فيلم برضو متوسط الجودة للفنان تامر حسني وهو فيلم كابتن هيما. فيلم مقبول ماشي حاله. فيلم برضو متوسط الجودة رغم ان في ناس بتحب الفيلم ده قوي، وهو فيلم ليلة البيبي دول. الفيلم ده فيه تخمة من النجوم القدام، وجابوا كل النجوم اللي موجودين في وقتها ويعني ايه ودشنوهم في هذا الفيلم وحشروهم في هذا الفيلم. ولكن الفيلم ده فيه مشكلة كبيرة جدا، ان هو يعني القصة بتاعته مهلهلة كده، والفيلم ما لمسنيش. ده في المقام الاول اللي هو يعني العروبة والقضية العربية والكلام ده. لا، في افلام كتير جدا عن القضية العربية افضل منه مليون مرة. نيجي بقى لقائمة الافلام الجيدة في سنة 2008، على رأسهم على الاطلاق واللي انا حبيته ودخلته في السينما 3 مرات، وهو فيلم اتش دبور بطولة احمد مكي. فيلم من الافلام الجميلة جدا الرائعة الكوميدية اللي كوميديتها كانت جديدة جدا على الناس. فيلم جيد جدا للفنان احمد حلمي، اسف على الازعاج، تغيير جلد جذري كان وقتها لاحمد حلمي من الكوميديا لفكرة او الافلام اللي فيها حتة سوداوية او البلاك كوميدي او اللي فيها تمثيل اكتر. بعتبر ان اكتر فيلم احمد حلمي مثل فيه تمثيل قوي هو اسف على الازعاج. ده عمل الشخصية بطريقة جميلة جدا وقصة الفيلم حلوة جدا. معانا بقى فيلم ترشيح ليكم، الفيلم ده ما حدش شافه تقريبا غيري، وهو فيلم بصرة لباسم سمرة. الفيلم ده تقريبا ما نزلش سينما، او لو نزل وقت قصير، لان انا ما لحقتوش في السينما او ما شفتوش في السينما، شفته لما نزل بعد كده على الانترنت. فيلم جميل جدا تمثيليا، قصة حبكة. الفيلم فيه اياد نصار عمل دور جميل جدا برضو. فيلم حلو قوي وبره الصندوق، والفيلم ده ما حدش شافه. لو ما شفتوش فيلم بصرة بتاع باسم سمرة اتفرجوا عليه هيعجبكم جدا. نقفز للافلام الكوميديه من جديد، وفيلم بوشكاش انتاج 2008 لمحمد سعد. فيلم الميمز المفضل للناس كلها. فيلم بوشكاش برضه من الافلام الجميله جدا لمحمد سعد، والفيلم الوحيد لمحمد سعد اللي ما فيهوش كاركتر، ما فيهوش جيميك او ما فيهوش حاجه كده ايه محمد سعد لابس لبس غريب. لا، محمد سعد طالع عادي، شكله عادي جدا. في فيلم معانا هحطه في الافلام الجيده رغم ان هو مش جيد قوي، ولكن يعني لاجل خاطر عيون الفنان عمر الشريف عشان انا بحبه، وهو فيلم حسن ومرقص بطولة عادل امام وعمر الشريف. فيلم كويس جيد برضو. في حاجات اوفر الصراحة في الفيلم، ولكن الفيلم فيه درجة كوميديا حلوة ومختلفة على عادل امام. معانا برضو فيلم خطير لاحمد عيد المتألق دايما في السينما رغم حظه القليل، وهو فيلم رامي الاعتصامي انتاج سنة 2008. فيلم برضو من الافلام الجميلة جدا الكوميدية جدا، اللي الكوميديا بتاعته تحس ان الافيه غير متوقع، افيه كده يخبطك في وشك مش متوقع، ودي من نوعيات الكوميديا اللي انا بحبها جدا. معانا فيلم بقى بره الصندوق خالص، وهو فيلم زي النهارده، اللي كان اول تجربة اخراجية للمخرج عمرو سلامة، وكان فيه آسر ياسين واحمد الفيشاوي، وكان فيلم حلو جدا، قصته حلوة جدا. تصوير الفيلم ده ليه تون كده معين، تحس انه تون شتوي الى حد ما. فيلم كان جميل جدا، قصته عجبتني، الفكرة بتاعته مختلفة عن بقية الافلام المصرية. معانا فيلم برضو جيد جدا ونجح سينمائيا، واعاد محمد هنيدي من جديد بعد ما كان وقع فيلمين 3 كده، وهو فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. شخصية جيميك جديدة على محمد هنيدي تماما، والفيلم حلو جدا.
يعني عيب الفيلم ده الوحيد النص التاني منه، اللي هو انا بحب النص الاولاني او التلتين الاولانيين من الفيلم، لكن في تلت اخير كده من الفيلم اللي هو ايه رمضان مبروك بيبتدي يتهزق فيه شويه، ده انا مش بحبه وما فيهوش كوميديا الصراحه. معانا فيلم برضو جيد جدا الفنان طلعت زكريا الله يرحمه وهو طباخ الرئيس، كان يعتبر الفيلم الوحيد البطوله اللي نجح لطلعت زكريا، وكان يعني بينذر ان طلعت زكريا مكمل في خط الكوميديا كبطوله مطلقه ليه، ولكن يعني ايه ما للاسف يعني ايه ما نجحش بشكل كبير في الافلام اللي بعديها، سواء الفيلم اللي بتاع الثوره ده اللي فشل اللي هو فيلم الفيل في المنديل سعيد حركات، والفيلم برضو اللي بعديه كان اسمه حليمو او حاجه زي كده، فيلم برضو من ضمن افلام الهبوط. معانا برضو فيلم جيد جدا وكان يعني ايه بدء كده لظهور جانرا موجودة طلعت في كذا فيلم ورا بعض، وهو فيلم كباريه، الفيلم اللي هو مليان نجوم مختلفة وقصص كتير مختلفة في قالب واحد، وبتدور في النهاية في لوكيشن واحد اللي هو الكباريه، او بتدور حول نقطة معينة. فيلم كباريه من الافلام الجميله جدا اللي بدا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، او يعني ما كانتش منتشره قوي في السينما المصريه. معانا فيلم جيد برضو للفنان احمد عز وهو فيلم مسجون ترانزيت، كان مختلف عن نوعيه افلام احمد عز شويه، ان كان معاه بطوله نور الشريف برضو كان عامل اداءات جميله جدا في الفيلم. نختتم الافلام الجيده باول تجربه للثلاثي سينمائيا وهو فيلم ورقه شفره، هشام ماجد واحمد فهمي وشيكو، وكان فيلم جميل وخطير جدا، وانا كنت ايامها لما دخلت الفيلم ده في السينما، لان انا كنت شايف من قبليها رجال لا تعرف في المستحيل كلنا شفناه على الكمبيوتر، فلما لقيت الشباب دي عملوا فيلم فدخلته في السينما وشفت الفيلم وعجبني جدا، وبقيت بقول للناس يا جماعه انتوا شفتوا فيلم ورقه شفره؟ قال لي ايه ورقه شفره ده؟ اقول لهم بتاع الثلاثي شيكو وهشام واحمد فهمي، كانوش حد عارفهم ساعتها اساسا، لسه ما كانوش حد يعرفهم قوي. الفيلم ما اعرفش نجح سينمائيا ولا لا، ولكن الفيلم ده لما اتعرض مع مرور الزمن الناس حبته جدا، وفيلم من الافلام الجميله اللي كوميديته مختلفه، وخاصه شخصيه شيكو بدير الانصاري، وفي شخصيات تانية على الهامش على راسهم شخصيه المفضله بالنسبه لي شخصيه شامبليون. شخصيه شامبليون دي اجمل شخصيه، نفسي اشوف انا فيلم الشامبليون ده. ولكن رغم الافلام الجيده اللي قلناها دي لا تشفع لسنه 2008 على اللي عملته فينا من افلام زي كاريوكي وكامب واشرف حرامي لتامر عبد المنعم، والكثير من التجارب الفاشله. فيها صحيح افلام جيده، ولكن كميه الافلام السيئه اللي فيها ما تشفع لهاش الصراحة. ولو بتحب عبثيات السينما المصرية هسيب لك هنا دلوقتي فيديو عن أسوأ سنة قبليها على طول، سنة 2007، فيها شوية أفلام لا تقل سوءا وفشلا عن الأفلام اللي في 2008. هتلاقوها في الفيديو اللي قدامكم ده، وأشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.